تكررت حادثة حرق المصحف الشريف في السويد والدنمارك والنرويج، مما أثار غضب المسلمين في كل بقاع الأرض، الأمر الذي جعل الكثير من الأوروبيين يبحثون عن حقيقة الإسلام، فدخل الكثير منهم في دين الله، وكان منهم القس ليفشتني، هذا السويدي الذي ظل في خدمة الكنيسة 30 عاما ثم تحول للإسلام. فقد قرر ليفشتني القسيس السويدي والبالغ من العمر 75 عاما مفاجأة الجميع بإعلان إسلامه وتغيير اسمه لأحمد وتركه للديانة المسيحية والهجرة إلى المغرب للاستقرار بها بعد اعتناقه الإسلام. وحاولت الكنيسة السويدية ثني شتني عن قراره، وأرسلت مندوبا إلى المغرب لتقنعه بترك الإسلام والعودة لمنصبه، ولكنه ثبت على دينه الجديد. وأصدر التلفزيون السويدي فيلما عن حكايته كشفت تسبب شاب مغربي لاجئ في إسلامه بعد أن رآه يصلي ويقرأ القرآن الكريم. وتواصل شتني قبل إعلان إسلامه مع عدد من المسلمين بالعاصمة السويدية ستوكهولم ليتعرف على الإسلام، وحدثوه عن الإسلام وزودوه بعدد من الكتب التي تعرفه بحقيقة دين الإسلام الحنيف، ليقرر على إثرها الدخول في الإسلام والنطق بالشهادتين. وهنا لا بد لنا من ذكر القس الأفريقي موسى بابندا، وعمره 42 عاما، والذي أعلن إسلامه وأقنع بقية القساوسة في الكنيسة فدخلوا الإسلام، ثم طاف على القرى التي كان يدعوها للنصرانية فأسلم على يديه 6000. موسى بابندا، ما شاء الله. بابندا هذا الرجل عنده 42 عام، أسلم منذ 11 عاما، ما شاء الله. وبعد أن أسلم قام فأقنع جميع معلمي الكنيسة، وأسلم 10 جميعهم، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبعد ذلك قام وطاف حول كل من كان يدعوهم إلى النصرانية وإلى عبادة المسيح، دعاهم إلى عبادة الله الواحد الأحد، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. فأسلم على يديه 6000. هذا الرجل الذي تراه. سبحان الله، بارك الله فيك بابندا. وأيضا البروفيسور الأمريكي جيرالد ديريكس، وهو حاصل على الماجستير في علم اللاهوت المسيحي من جامعة هارفارد عام 1974، والدكتوراه في علم النفس من جامعة دنفر عام 1978، وقد اعتنق الإسلام في عام 1993 وقال: كل الكتب والنظريات التي درستها عن علم النفس لا تساوي شيئا أمام مسلم متوكل على الله سلم أمره لله. وقد أسلم وألف كتابا سماه ربحت محمدا ولم أخسر المسيح. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين.